الأمين العام موقف حزب الاستقلال من مجمل القضايا الوطنية وأبرزها الوضع السياسي الحالي، مؤكدا أن الحزب له مسؤولية في إنجاح المسلسل الديمقراطي والمشاركة بكل جدية في المفاوضات لتشكيل الحكومة. الأمين العام أشار إلى أنه تم تعيين لجنة توكل لها هذه المهمة، وتحدث عن قضايا داخلية وأخرى تنظيمية في أفق المؤتمر الوطني المقبل. الأمين العام من طبيعة الحال حنا يتم انتخابنا عن طريق الديمقراطية الداخلية. نستعد للمؤتمر ديالنا ان شاء الله واللي غيكون قبل ان شاء الله نهاية شهر مارس لأنه هو آخر أجل، والديمقراطية هي التي ستحدد، ولكن حسب ظروف ديال إعداد الحكومة الآن. وحزب الاستقلال تأكد أن ما عنده تعرض على أي حزب اللي رئيس الحكومة يمكن يدخلوا للحكومة. أشغال هذه الدورة الاستثنائية تواصلت بجلسة مغلقة لتداول كل المستجدات التي كان الحزب محورا لها، ومن أجل التوصل إلى قرارات نهائية حول ما هو مطروح للنقاش. أولا المشاركة في الحكومة وما استجد من تطورات في هذا السياق، ثم قضية الشقيقة موريتانيا والتي بكل تأكيد سيتم التأكيد على تواجد الحزب في هذا المجال، وثالثا مسائل تنظيمية أخرى تندرج في سياق الحرص على تطبيق قوانين الحزب. المجلس الوطني لحزب الاستقلال هو ثاني هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، ويلتئم بشكل دوري أو استثنائي للبث في القضايا التي لا يمكن للجنة التنفيذية الحسم فيها بمفردها.